صباح الخير عليكم، مساء الخير عليكم. فين ما تكونوا وقت ما تكونوا. النهارده معانا فيلم ما يعتبرش اربعيناتي برضه او ثلاثيناتي، هو بالظبط سنة 1951 تم انتاجه، وكان بطولة دلوعة الشاشة شادية. و... وهنلاقي المفاجأة بقى ان هي برضه تعتبر دور حلو جدا لسمراء النيل، مديحة يسري. فتعالوا مع بعض نشوف كاست العمل ونعرف مع بعض القصة، وهقول لكم على اسم الفيلم في الآخر. معانا بطولة زكي رستم، إبراهيم بيه، مديحة يسري، زهرة، طبعا الفنانة شادية طالعة في دور كريمة بنت إبراهيم بيه، كمال حسين، محي، رشدي أباظة. وهنا المفاجأة، طالع في دور محجوب طليق زهرة، زينب صدقي أم محي، عزيزة حلمي مرات إبراهيم بيه، زوزو شكيب طالعة مدام مارسيل الفرنسوية مدرسة البيانو، محمد توفيق زلبطة أخو زهرة، عبد العزيز أحمد عم مرسي اللي هو الخادم الأمين واللي بيراعي السرايا كلها بتاعت إبراهيم بيه. الفيلم ده تأليف وحوار وإنتاج وإخراج عمر الجميعي. تعالوا بينا مع بعض نعرف قصة الفيلم. الفيلم بيبتدي بداية بدخلة فيلا السعادة. بنلاقي زهرة الخدامة بتسأل البواب، بتقول له مش هنا فيلا إبراهيم بيه؟ يقول لها أيوة. فبتدخل بتقابل الأم، فبتقول لها أنا اللي بعتاني ليكي الست فلانة اللي هي صاحبتها في النادي على أساس إيه تشتغل دادة للبنات. فقالت لها طيب تمام، انت هتشتغلي للبنات بس مش للبيت كله. وبنعرف بعد كده قد ايه البيت ده عايشين فيه بسعادة، وبيت محترم ولائق، وأب محتضن بيته وراضي برعاية مراته، بيراعيها وبيراعي ربنا جدا، والأولاد متربين أحسن تربية. وزهرة بتاخد بالها من كده لدرجة إن هم بيعملوها زيها زي حد من البيت، مش مجرد خدامة أو دادة للبنات. وفي مرة كده حتى بيجي أخوها زلبطة ده البيت عشان عايز فلوس وعايز ياكل، فهي بتطرده، فبتقول لها لا، الست الكبيرة بتقول لها لا خليه، وبخلينا نشوفك على طول، وتعالى اعتبر ده بيتك، من ما تعوز أي حاجة تعالى. هي شادية في الفيلم بتتحفنا بكام أغنية حلوين جدا. المهم تلف الأيام، الهانم بتتعب وبيجي القدر وبينهي حياتها، وبتعيش طبعا الأسرة في وقت من الحزن، بالذات إبراهيم بيه، لغاية ما جارهم محي اللي هو خطيب كريمة وأمه بيحاولوا برضو يخرجوا الولاد من همهم ده، بياخدوهم يفسحوهم ويخرجوهم. في الوقت ده كله اللي هم بيخرجوا فيه بنكتشف بقى الوش الآخر لزهرة الفنانة مديحة يسري، سمراء النيل، الهانم اللي كانت مشرفانا في مسلسل هوانم جاردن سيتي. بنكتشف ان هي حاجة تانية خالص. دلوقتي هي بقت بتسهر تستناه لما يجي من بره، تحضر له العشاء، تحضر له هدومه، تحضر له حمامه، تحضر له الساقع وتحضر له السخن. مرة تهتم بيه، مرة تخلي بالها منه، مرة ومرة ومرة. فطبعا اللي حصل حصل واللي جرى جرى. فهو بيرجع لنفسه تاني إبراهيم بيه، وبيفوق لنفسه ايه اللي انا عملته وازاي عملت كده، وبيقول لها اللي حصل ده كان غلطة مش هيتكرر تاني، سامحيني أنا آسف، ونعتبر اللي فات ده مات وإحنا ولاد النهاردة. فبتقوله اللي أنت عايزه. بيعدي وقت طويل، بعد كده بيرجع هو من شغله، بيقولوا له يا بابا الحق، ولاده كلهم يا بابا الحق، زهرة مش في البيت، زهرة اختفت. بيقول لهم ايه ده، ازاي ده حصل؟ فهم بيقولوا له يا بابا روح شوفها، احنا خلينا زلبطة يجي، روح معاه شوف مالها. فراح معاه، قال لها مالك وفيك ايه؟ المهم اقنعته ان هي حامل. المهم اتصرف ازاي، بعت الولاد كلهم عند خالتهم في الريف يقضوا لهم فترة طويلة من الأجازة. في الفترة دي بقى كان هو اتجوز زهرة وخلاها هانم وليدي، وجاب لها مدرسة البيانو اللي هتعلمها الاتيكيت والبيانو بحيث تبقى سيدة مجتمع. الولاد استغربوا، هو بابا اتأخر ليه؟ لا بعت لنا جواب ولا قال لنا تعالوا، هو احنا واخدين بعضهم وراكبين عربيتهم وراجعين البيت. يفاجئوا بزهرة لابسة وهانم وقاعدة على البيانو. انت ازاي تعملي كده؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ دخل ابراهيم بيه قال لهم دي مراتي وحامل وهتجيب اخوكوا
ولازم نتعايش كلنا مع الموضوع ده. بس طبعا هنا بقى بنكتشف ان مديحة يسري مرات اب يا جماعة فظيعة، وعلى الهادي كده، على الرايق، من غير ايه مشاكل. وفضلت تحضر ليهم في مكايد. محدش يقول لي لا زوزو نبيل كمرات اب، ولا زوزو ماضي، ولا زوزو شكيب، ولا اي زوزو هاية في السينما. هي غلبتهم. زائد كمان جايبينها سنها صغير، لدرجة انها حرمتهم من الاكل، حرمتهم من الخروج. قالت له مش هتتجوز محيي خطيبها، وهو حاضر حاضر. بقى غريب جدا ابراهيم بيه، لدرجة في مرة قامت خناقة، فهي ضربت الولد وراح هو زقها. مارسيل طبعا كانت هي موضبة الدنيا، والمفروض ان البيبي ايه راح. فطبعا هو ولا في بيبي ولا كان في حاجة، وهي قالت لمارسيل الحقيقة، ومارسيل قالت لها ما تقلقيش انا هتصرف. وعملوا كل اللعبة دي، قيسي على ابنه ده ان هو وداه مدرسة داخلي ومش عايز يشوفه. فالولد رضخ طبعا للامر وراح المدرسة. زهرة بقت هانم ليدي، فبتخرج في الشارع بتلف وبتشتري طلباتها ومعاها مارسيل. بتقابل مين؟ محجوب طليقها. وهنا بنكتشف بقى ايه رشدي أباظة طالع في المشهد ده. المشهد اللي بعده المفروض ان هي روحت معاه البيت وعلى اساس انها بتخون جوزها. هوب بعد كده بنلاقي المشهد الثالث، ان البوليس بيهجم على محجوب وبيمسكه بتهمة جريمة قتل زهرة. مرة واحدة بنكتشف ان زهرة ماتت مقتولة وفي بيتها. البوليس بيحقق، النيابة جت، ومين بقى وكيل النيابة اللي بيحقق؟ اللي هو خطيب كريمة، لان هو وكيل نيابة. فطبعا كله بيقول ان يعني احنا ما بنحملهاش ضغينة، هي كانت عايشة وخلاص. لغاية ما الأخت الصغيرة طبعا لسانها فلت وقالت له أنا سمعت كذا مرة كريمة بتقول أنا لو أطول أقتلها هقتلها. فطبعا البوليس بيقبض على كريمة وبيسيب محجوب، لأن مفيش أي دليل عليه. في المحكمة في وسط الأحداث دي كلها، وطبعا خطيبها ساب النيابة وبقى المحامي بتاعها، وخلاص الحكم هيتنطق. لقينا زلبطة داخل المحكمة بيقول لا لا لا، وبيعترف ان هو اللي قتل اخته لما اكتشف ان هي بتخون جوزها مع محجوب طليقها، وحاول ينصحها وهي رفضت. فضربته بالقلم، راح رد لها الضربه دي ان هو خنقها وقتلها. وهو طالع يجري من الفيلا عربيه خبطته، فدخل المستشفى ولسه يا دوب فايق. اول ما فاق وعرف الاخبار، وبتخرج كريمه وبترجع لخطيبها، وابراهيم بيبي يفوق لنفسه قد ايه ان هو كان مخدوع، وان ملوش غير بيته وعياله. وبترجع هي تبقى خطيبة محيي تاني، والدنيا بتهدى وبيرجعوا تاني، والمشهد كله بيخلص وهم داخلين الفيلا، وبيرجع اسمها فيلا السعادة زي ما كانت. فيلمنا النهاردة اسمه أولادي، فياريت تشوفوه وتقولوا لي رأيكم في التعليقات.